أولا أنا شعوري تجاه السؤال ده شعور إحساس الصدق في قلب السائلة، لأن الإنسان إذا طاقة العطاء والحب ومشاركة الخير كانت زيادة جواه، بتلاقيه مقبل على الحب ومقبل على الزواج لمشاركة الحياة اللي كلها حب وعطاء وتسامح مع شخص آخر. ودي فطرة ربنا اللي أودعها في قلوب الصالحين والمحبوبين من عباده، يحبوا العشرة ويحبوا الونس. فده سؤال شيك وراقي وصادق جدا. البنت اللي نفسها تتجوز ممكن يبقى سعيها محدود، لكن في الآخر لها سعي في حدود ما تستطيع. السعي الأولاني هو الدعاء، ولا نستقل بالدعاء يا جماعة. الدعاء يفعل المعجزات في هذه الدنيا. فادعي كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الزوج الصالح، وادعي بالآية اللي مذكورة في سورة القصص: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لأن بعد هذه الآية ربنا ذكر جواز سيدنا موسى فورا، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إلى آخر الآيات اللي اتجوز فيها سيدنا موسى في نفس هذا الموقف: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السعي التاني اللي ممكن تعمله هو ان هي تجمع مبلغ ولو بسيط وتساعد بيه بنت مكافحة بسيطة انها تتجوز، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، وان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وكان العلماء بيقولوا لنا: اللي انتوا عايزينه يا اولاد من ربنا اعملوه مع الناس. فانت نفسك ان ربنا يرزقك باللي يصونك، اكرمي بنت بسيطة مكافحة انها تتستر وتتجوز باللي تقدري عليه من مساعدتك ليها، وساعتها ربنا يكرمك زي ما اكرمتي عباد الله. الحاجة الثالثة اللي بتتعمل وهي تقوى الله وغض البصر والحفاظ على الانضباط في العلاقات، لأن ربنا بيقول في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والجزاء من جنس العمل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا في القرآن: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وليس المقصود فقط الفقر المالي، ساعات الإنسان بيبقى فقير يعني محتاج لشيء، فلما الإنسان يكون مفتقر إلى شيء ربنا يغنيه من فضله. فأما الشيء الرابع والأخير، وده الواقع فرضه علينا، إن البنت في حدود ما أباحه الله سبحانه وتعالى تهتم بنفسها وبشكلها، لأن الانطباع الشكلي مش بتكلم على الجمال وخلقة ربنا، ده شيء وأنا بقولها من قلبي مش كلام يعني بزوقه، فعلا الجمال جمال الروح. لكن الإنسان بيظهر عليه من الخارج النظافة الشخصية والاهتمام بالمظهر في اللبس الجميل الشيك الشرعي النظيف اللي فيه شيء من انطباع الاهتمام بالنفس. والانطباع ده بيدي جاذبية في من أمامك، بالذات لو جالك عريس واتقابلتوا بالشكل المناسب الشرعي عشان تتعرفوا على بعض وتشوفوا إذا كنتوا مناسبين ولا لأ. الهيئة اللي فيها اهتمام مهمة جدا. يبقى احنا كده خدنا بكل الأسباب الاجتماعية والشرعية والعملية والروحانية، ويبقى الله سبحانه وتعالى الكريم يفعل ما يريد وقت ما يريد برحمته وعلمه سبحانه وتعالى، والحمد لله.